كرة ممتازة، تصويبة، جول جول جول. ويظهر أن أولمبيك سفي فعلتها مبكرة. محمد المرابط يضع الكرة في المرمى، يمنع جماهير الأوسيكا اليوم. شوفوا جماهير روسيس، نعم جماهير روسيس التي تحضر في المدرجات والتي تساند فريقها. يظهر على أن محاولة كانت بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ومباشرة صوب المرمى. هذه الصورة على المكتب المسير وأعضاء المكتب المسير لفريق أولمبيك سفي يخرج الكرة بهذه الشكل. هدف أول من جانب اللاعب المرابط الذي يضع الكرة في المرمى. العميد يلعب كرة بشكل مباشر ويضع الكرة في المرمى بهذا الأسلوب. لاحظوا تصويبة مباشرة صوب المرمى. جات في الدقائق الأولى، جات في تقريبا 3 دقائق الأولى، يعني تعطيك أبو الفتح أمين في الوسط. جبران استلام البحث عن الحلول الهجوميه، البحث عن الكرات اللي بامكانها ان تجي من جانب عناصر فريق الوداد. ونشاهدون العمليه الهجوميه، كره ممتازه من الجهه اليسرى للاولمبيك سفي، تصويبه، جول ودادي بالنيران الصديقه، الاقدام المسفويه تنادي، والهدف يكون في الشباك. ياتي هدف في شباك الحارس خالد كبير علوي. هدف اللي جاء من خلال النيران الصديقه، من خلال الكره الجانبيه، من خلال كره جانبيه تم استثمارها بنجاح. 1-1. والجماهير في المدرجات في نشوه خاصه. لاحظوا فرحه كبيره. تمريره جانبيه، تغطيه دفاعيه، اعتقد المراني ومن بس الكره نشوف هنا هو سليمان المراني التحضير. تمريره جانبيه، نعم كره مشات بهذه الشكل وبهذه الطريقه ومباشره. معا يبحثان عن الحلول كيف ستكون. كرة على مستوى خط وسط ودادية، محاولة شال يمنى من مناجم، كانت ناقصة بعض الشيء. تمريرة من الجهة اليمنى، ما كاينش هنالك تسلل، كذا يقول الحكم فرصة داخل منطقة الجزاء راسية. جول ودادي يأتي من جانب جلال الدودي، يضع الكرة في المرمى براسية بديعة. نعم هدفان مقابل هدف واحد في مباراة اليوم. هدفان مقابل هدف واحد في مباراة اليوم. أنا بقول لكم من اختار مشاهد الأفلام في مباراة اليوم أكيد أنه استمتع ب3 أهداف وبعشق كبير للتسجيل. كرة من الجهة اليمنى في غياب التسلل، لعبت بشكل ممتاز. التمريرة العرضية الجانبية وجدت رأسية، وهنالك جلال وهنالك الدودي، ونجم رفعها. دودي أتم صوب المرمى. هدفان مقابل هدف واحد. تغيرت النتيجة. أصبح الوداد متقدما، أصبح الوداد هو المتقدم في مباراة اليوم. على ضوء النتائج ماذا هنالك مركز أول مناصفة بين الوداد والجيش الملكي. مباراة رائعة تنافسية. ضربة جزاء إذا في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام سنتابع كيف سيكون الحال. التنفيذ في هذا الوقت، آخر دقيقة.
محاولة ضربة جزاء تأتي بهذا الشكل وتسجل. يحيى جبران يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الثالث للوداد. 3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة اليوم. لا زال سفان يدون في مذكرته، لا زال سفان يكتب المعطيات عن مباراته. و3 أهداف للوداد تسعد المناصرين، تسعد المشجعين المتابعين من مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس. 3 أهداف مقابل هدف واحد. نعم الوداد بهذا الهدف يكون قد أمن نتيجة الانتصار في مباراة اليوم، ما عدا إن عاد فريق أولمبيك أسفي بأسلوب مغاير، نهج تكتيكي مغاير، وبالتالي حقق المفاجأة بتوقيع الهدفين 2. غير راضي طارق مصطفى ولن يكون راضيا.